السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم Give Me 5. رقم واحد واللي هنتكلم فيها النهاردة خطاب اللي راح من الزمالك للجنة انضباط اللي بيشكو فيه الأهلي وزيزو، إيقاف جمهور الأهلي من لجنة المسابقات برئاسة الأستاذ طه عزت، غريبة جدا، والكلب ميكيالين بصراحة حاجة غريبة جدا. رقم ثلاثة، تشجيع الزملكاويه الحار لبيراميدز رغم ان بيراميدز واخد مكان الزمالك وهيرميه للمره الثالثه للكونفدراليه، وبيقول لك يا عيني ان بيراميدز بيشرف مصر وبيشارك باسم مصر، النادي الوحيد اللي بيشارك باسم مصر، والكيل بمكيالين والكلام اللي بيتغير من السنه دي من السنه اللي فاتت للسنه دي. رقم أربعة، مدرب الزمالك الجديد. واخر حاجه معانا الاهلي واداره الاهلي، ولازم فصل اللعيبه عن اللي بيحصل ضد الاهلي وايه اللي ممكن يحصل يوم الخميس. قبل اي حاجه عايزين نصلي ونسلم على اشرف خلق الله سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا سيد الخلق اجمعين محمد صلى الله عليه وسلم، عليه اشرف واصدق السلامات صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام. نبتدي ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. استاذ طه عزت عايز ايه من الاهلي؟ انت اتسألت قبل كده، جمهور الزمالك شتم مرة واثنين وثلاثة وعشر، لازم ندي للجمهور فرصة عشان نتعظ. ما بتعملش الكلام ده مع الاهلي ليه؟ اديت للزمالك مرة واثنين غرامات، وبعد كده غرامات بانذار مرتين كمان، بعد كده غرامة وايقاف الجمهور اللي عمل كده مرتين، يعني 6 مرات. السبعة وقفتوا لما الجمهور تعدى على الحكم وشتموا طول الوقت وحطفوا بالازايز، ومش شتم مرة، لا ده شتم كذا مرة كمان. طب ايه؟ انت بتقول في القرارات اللي انت منزلها بنفسك ان لو الجمهور شتم طول المباراة تكرار الشتيمة بأبشع الألفاظ ايقاف مباراتين. جمهور الاهلي ما عملش كده. التقرير انا عرفت ايه اللي في التقرير. التقرير فيه ان الاهلي شتم لفظيا 50 ثانية ساعة فلاش بتاع الضوء. طبعا ده غلط، وغلط شنيع، ما كانش ينفع من جمهور الاهلي، لازم الاهلي هو اللي يعاقب الجمهور اللي عمل كده. بس انت المفروض على الاقل ان المفروض ان انت تعمله هي غرامه، ولو هتبقى كبيره غرامه وايقاف الناس دي، مش ايقاف الاهلي وتمنعه من جمهوره مباراتين. وايه اهم مباراتين؟ المصري اللي هيلعب بجمهور وجمهور هيكون حاضر بشده كمان عشان يشجع فريقه عشان بيفكر في الكونفدراليه. مباراة سيراميكا اللي هي استاذ الكابتن ماهر اللي هو من ابناء النادي الاهلي واللي بيلعب بغل قصاد النادي الاهلي. صعب 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 قوي. ليه لجنة المسابقات تعمل كده؟ معرفش. في نفس الوقت في نفس الجولة بيراميدز اللعيبة دونجا وابراهيم عادل نزلوا كان عايزين يضربوا الحكم ويتخانقوا مع اداريين بتاعت بنك الاهلي واللعيبه بتاعت البنك الاهلي، ومفيش اي غرامه، مفيش اي حاجه. لا ارى لا اسمع لا اتكلم، وتيجي توقف المدلك الغلبان اللي هو ما عملش حاجه. هي ايه ده؟ هي ايه المعايير دي؟ ليه الكلب مكيالين؟ انا مش فاهم. في الاول وفي الاخر يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. اعملوا اللي تعملوه، بس ربنا عالم بالظلم وعمره ما هيرضى بيه. في الاول وفي الاخر تفضل تعمل بس ربك عالم، واذا اراد شيء هيكون مهما كان. نخش من النقطه دي على نقطه الاهلي على طول قبل ما نخش على اخبار الزمالك. لازم اداره الاهلي تحتوي اللعيبه، المدربين تفصل اللعيبه تماما، اللعيبه زي ما هي شده وجرينتا وكل حاجه وفوق وهنكسب بامر الله وننزل ضاغطين. جمهورك رقم واحد، بس انت قدها، انت قد الكلام ده. تقف قصاد طيار وتفوز بامر الله وتضغط على بيراميدز، تفضل ضاغط عليه، تبقى 10/10. استمر مالكش دعوه باللي بيحصل حواليك. انت حط هدف قصادك ان 4 مباريات الجايين ب 12 نقطه، كل مباراه بنهائي كاس، وانت مغمض عينك. انت قدها وهتقدر بامر الله على الكلام ده. لازم المدربين تفهم اللعيبه كده، انتوا رجاله، انزل ضغط 1 و2 و3، ونقطع المصري ده بامر الله ماتش الخميس ان شاء الله. ان شاء الله نقطع المصري وتبقى النتيجه تقيله بامر الرحمن.
احنا قدها. جمهور مصر يكون موجود بس احنا قدها بامر الله. طبعا جمهور مصر يكون موجود عشان فريقه عايز يلعب في الكونفدراليه، عشان لو خد الرابع يلعب في الكونفدراليه. طب ليه؟ عشان اساسا بيراميدز والزمالك في نهائي الكاس، فكده كده هياخدوا الفريق الرابع. دي كانت نقطة تانية. ولازم لعيبة الأهلي تفوق، لازم مدرب عماد النحاس زي ما أنت استمر، إحنا قدها بأمر الله وهناخد الدوري هيكون من نصيبنا، وبيراميدز هيخرج موسم صفري. نسبة بيراميدز. النقطة التالتة في زملكاوية وكتير كتير جدا بيشجعوا بيراميدز اللي هو خد مكانهم. ده أكبر دليل عن إن الزملكاوية دايما بتقول إيه، او ان انا استخدم كلمة اسلام مهدي اللي انا بحترمه جدا، الاهلاوي المحترم جدا، بيقول ايه؟ بيقول ان الزمالك مفيش جمهور زمالك، في جمهور كاريه الاهلي ومش محبين الزمالك. هو عنده حق، عنده حق جدا، لان دلوقتي في الزمالكاويه بتشجع بيراميدز اللي هو واخد مكانهم، اللي هو طاردهم اساسا في الكونفدراليه، واخد بالك؟ بيقول لك ايه؟ جمهور الزمالك او بعض من اعلام الزمالك وجمهور الزمالك والناس اللي تنتمي للزمالك ويوتيوبر كتير قوي للزمالك خارجه بتقول لك لازم نقف جنب المشرف المصري الاول الاوحد في افريقيا. اشمعنى انت جاي دلوقتي تقول لازم نقف جنبه؟ وهل اتحاد الكوره يقف جنبه زي ما وقف جنب النانوس؟ جنب النانوس في ايه ان شاء الله؟ في ايه؟ السنه اللي فاتت كان في 4 مباريات ما بين المباراه ما بين الدوري ومباراه بره في افريقيا، وما بين و3 مباريات ما بين مباراه هنا في افريقيا في مصر ومباراه في الدوري. ده اللي حاصل. انت خارج دلوقتي بتقول لازم نقف جنب بيراميدز عشان اتحاد الكوره او رابطه الانديه بالاخص رفضت انها تاجل مباراه سيراميكا. حقهم، والاهلي حقه ان هو لازم يقف في النقطه دي. ما ينفعش بيراميدز ياجل. هي رابطه الانديه رفضت انها تاجل ماتش سيراميكا. ليه؟ انت هتلعب يوم 24 وهتيجي تلعب يوم 28، ادي 4 ايام، وهتلعب يوم 1 بتاع ده نهائي افريقيا هنا في مصر 3 ايام بس، بكل بساطه. الزملكاويه بقى مدلسين بيقول لك احنا نقف جنب بيراميدز عشان ده مشرف مصر. اشمعنى ده مشرف مصر والاهلي لا بيشرف نفسه بس؟ في الاول وفي الاخر الاهلي هيفضل رقم 1، هيفضل حي دمكم، وهيفضل هو الوحيد اللي في مصر مشرف مصر في كاس العالم وكاس افريقيا. مش عشان وقعت مني بعد 5 مرات نهائي او 5 مرات نهائي ورا بعض اخد منهم 4 يقع مني بس نصف نهائي. لعيب ولا حرام؟ الاهلي هو المشرف مصري فعلا الاوحد. لما كان الاهلي بيعمل كده لا، الاهلي بيشرف نفسه بس، ولازم الاتحاد الكوري ما ياجلوش. واشمعنى؟ رغم ان احنا لو مسكنا بالورقه والقلم مفيش مباريات اجلت خارج عن القوانين اللي حاططها اتحاد الكوره ورابطه الانديه. سواء كلام وتدليس، وفاكرين الناس بتنسى، الناس ما بتنساش، سواء تدليس وخلاص. وبامر الله بيراميدز مش هياخد النهائي، وافتكر الكلمه دي، لا ياخد النهائي ولا ياخد الدوري. ممكن ياخد كاس مصر، وانا برضه متوقع ان هو ما ياخدش كاس مصر لسبب واحد بس، يكون ناقص منه اهم 4 لعيبه اللي هم محترفين. والغريبه ان هم وافقوا، واتحاد الكوره اجل 15 يوم في سبيل ان ما ياجلش للاهلي ساعه في مباريات الدوري. شايفين الكلب كم مكيال؟ يقول لك واقفين جنب النص. هو ما بيحاربوش غير الاهلي اساسا، ودايما واقفين جنب الزمالك وبيراميدز. لا اله الا الله حرفيا. ما اعرفش الزمالكاويه بيشوفوا منين ولا بيفهموا منين. طيب بعد كده الزمالك لو مرة مليون لو مركز مع فريقه مش مركز مع الاهلي والله هينجح وهيرجع مركزه التاني اللي هو خده منه بيراميدز. بس هو مش كده. عمل ايه الزمالك؟ قدم شكوى في لجنة الانضباط على الاهلي وعلى زيزو. طب ايه مستنداتك؟ يقول لك عشان الاهلي حرض زيزو وخلاه ان هو ما يمضي وما يمضيش الزمالك في فتره غير فتره الحمايه لزيزو. لا، هو زيزو كان خلاص فاضل فيه 6 شهور، و6 شهور انت حقك ان انت تعمل اللي انت عايزه، ان انت تتفاوض مع اي حد. ما حصل الكلام ده مع اكرم توفيق لما خلاص فاضل 6 شهور راح. متهيألي كلنا عارفين بالنقطه دي.
طب ايه انت مستنداتك؟ ايه اثباتاتك؟ مفيش. مسدس صوت، مجرد صوت بس. ماشيين بنظام ايه؟ العيار ما يسيبش يدوش. يلا نعمل للاهلي مشكله في لجنه الانضباط، يلا نعمل للاهلي مش عارف ايه، يلا للاهلي انه وقف له جمهوره، يلا 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 عشان الاهلي فاق. حصل تخبيط في الركب ورعشه. ربنا يهدي والله العظيم. ايه اللي هيحصل يوم الخميس؟ الله اعلم. هل يستمر الضغط على النادي الاهلي بخروج من لجنه المسابقات ان يقول لك، او لجنه بعتذر، لجنه اللي هتطلع قرار هل التظلمات، لجنه التظلمات هتبان هل هيخرج بخصم النادي الاهلي 6 نقاط، 3 دلوقتي 3 في اخر الموسم، ولا هتستمر بلجنه المسابقات، ولا ممكن تتعادل المباراه.